من أركان الإبداع اللي موجودة داخل دولة الجزائر ركن جديد ومختلف تماما عن كل الأركان اللي اتكلمنا فيها، هو حبنا وعشقنا واحترامنا وتقديرنا للجزائر وشعبها العظيم. النهاردة هنتكلم عن موقف حصل لينا بعد وجودنا في السفارة الجزائرية والصدمة الكبرى التي صعقت قلبي، ويعني عارفين يا جماعة تعبت قلبي من جوايا كده، بقيت حاسس ان انا قلبي بيرفرف بيرفرف بيرفرف، اللي هو قاعد مش عارف اعمل ايه، الحقوني ميه رشوا وهاتولي برفان، اعملوا اي حاجه. بصوا الموقف النهارده من ضمن الحاجات اللي فعلا تعبتني وارهقتني وهمدتني وخلتني قعدت على الكرسي وقعدت ادور بعد كده اقوم من على الكرسي ولا افضل قاعد، اقوم من على الكرسي ولا افضل قاعد. اكتشفت في الاخر ان انا لازم افضل قاعد على باب السفاره الجزائريه علشان اعرف اقول لكم. قبل ما تعرفوا الصدمه اللي حصلت لي، اتمنى من حضراتكم ان احنا نصلي على حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا منكم وليس امرا. نخبط لايك جامده مع مشاركه جامده مع اشتراك في القناه، كبرونا معاكم يا جماعه. والله 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 يعني الدال على الخير كفاعله. لو عملنا مشاركه للفيديو صدقونا احنا ناس غلابه وعلى قد حالنا، وبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى الدعم، والدعم ده مش هيجي الا بمساعدتكم معانا وبدعمكم لينا علشان نظهر للعالم كله. واحنا بنتكلم عن دولة عظيمة وعريقة اسمها دولة الجزائر. يعني ايه الجزائر يا جماعة؟ يعني شمال افريقيا. يعني ايه الجزائر يا جماعة؟ يعني الحب والاحترام والتقدير. يعني ايه الجزائر يا جماعة؟ يعني سبب ربنا سخرهم ليا يكونوا سبب في رزقي. تخيلوا حضراتكم الجزائريين سبب في رزق عبد الله الفقير. ربنا سبحانه وتعالى سخر عباد الله الفقراء والمحترمين الجزائريين ان هم يكونوا سبب في رزق العبد لله. وده طبعا يعني انا لو فكرت فيه، لا والله يشكروا على راسي من فوق، وبشكرهم جدا على كل حاجه بيعملوها. عشان كده بسعى جاهدا ان انا ازور هذه الدوله واتفرج عليها. نداء للسيد الرئيس عبد المجيد تبون من مواطن مصري واعلامي عاشق الى ارضه مصر وعاشق الى تراب مصر اللي هي بلدي اللي بتشرف بيها. بطلب من سيادتك الإصدار أو تصدير بعض التوجهات اللي حضرتك يعني تتكرم عليا بيها بزيارة دولة الجزائر. أنا قد إيه هكون فخور جدا بزيارتي دي، نفسي أزورها ولو مرة واحدة، أتفرج على معالمها الجميلة، على المساجد الجميلة، على الحضارات المختلفة، على الثقافات المختلفة، وأكون في ضيافة معاليكم. يعني يا سيادة الرئيس، هو الغلبان دايما كده ما عندوش قدرة إن هو يطلع حتى تركاية واحدة يشوف بيها دنيا جديدة في حياته؟ فأنا بلتمس من سيادتك إنك تتفضل على عبد الله الفقير هاني اللي بيتكلم مع حضرتك وبيكلم الشعب الجزائري، إنك تسمح لي إني أزور دولة الجزائر في ضيافة سيادتكم. وده ليا الفخر وليا الشرف إني أزور دولة عظيمة زي دولة الجزائر. بجد نفسي أزور دولة الجزائر. ليه ما تدينيش تصريح بكده سيادتك؟ ما احنا موجودين، الناس كلها بتروح. انا جيت اروح طلبوا مني لستة بيانات قد كده، عايزين مفردات مرتب، وعايزين اجيب ورقة مش عارف ايه واعمل ايه وادور على فندق فين. لقيت الموضوع صعب عليا، فيا ريت حد يسهل لي الموضوع يا جماعة. هو انا مش طالب ان حد يصرف عليا حاجة انا هصرفها ولا حاجة لا سمح الله، ولكن انا كل اللي انا طالبه هو ده. دي الصدمة بتاعتي اللي حصلاني. دولة عظيمة أنا بحبها وبحب أتكلم عنها، مش عارف أزورها علشان لستة طلبات في السفارة طالبينها، وبعدين أقدم طلب وأقدم دمغة وأقدم تصاريح وأقدم ورق وأقدم بيانات. ليه يا جماعة؟ ده أنا رايح لإخواتي وأهلي وعيلتي الكبيرة، رايح للناس اللي واقفة في ظهري وسنداني. يعني ده يصح طيب ان انا اكون رايح ازور دولة عظيمة زي الجزائر ما اعرفش ازورها بسبب لستة طلبات في السفارة الجزائرية طالبينها مني عشان اسافر؟ يعني والحمد لله ولا عندنا حاجة تضرنا ولا حاجة تمنعنا من السفر بفضل الله تعالى. احنا بتوع الدولة، احنا مصريين، احنا بنشتغل في العمل العام، العمل التطوعي والعمل الخيري، محبين للرئيس عبد الفتاح السيسي ودولتنا العظيمة، محبين للحكومة وقرارات الدولة على راسنا من فوق. واحنا ما عندناش اي شيء يمنعنا ان احنا نروح اي دولة في العالم بفضل الله تعالى. احنا جامدين قوي ورجاله قوي وبنحب بلدنا قوي، ومع قيادتنا العظيمه الحكيمه في كل قراراتها حتى لو مش راضيه اي حد تاني. ولكن ده مش معناه ان انا اجي اسافر يقولوا لي لستة طلبات.
ما تساعدونا بقى وتدعمونا. اتمنى ان صوتي يوصل من خلال اخواتنا في الجزائر، لان الموقف بقى صعب بقى صعب بقى صعب، وانا محتاج اني اكون معاكم، محتاج انكم تدعموني، محتاج انكم تساعدوني. اهو الكلام قدام حضراتكم، اهو الكلام قدام حضراتكم. انا جاهز ومستعد اني اكون موجود في الجزائر لزيارتها ولو لمدة اسبوع، اتفرج على المعالم اللي موجود، واتمنى اكون في ضيافة الدولة العظيمة الحكيمة معالي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. كل التحية والاحترام والتقدير لحضراتكم، وفي النهاية بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.